السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمهور الزمالك العظيم. ونادي الزمالك هيفوق من المشاكل إمتى؟ نادي الزمالك هيفوق من الأزمات إمتى؟ إحنا مش ملاحقين، إحنا مش ملاحقين والله. مش ناقصة، هي مش ناقصة. أزمة ما بين شيكابالا ورئيس نادي الزمالك مستشار مرتضى منصور، ولا هقول رئيس نادي الزمالك لأنه هو بالفعل رئيس نادي الزمالك يعني لحد وقتنا هذا، معزول، انسحب، كل دي مسميات، بس هو الرئيس الفعلي لنادي الزمالك حاليا. ولو نزل الانتخابات اللي جاية هيكسب وباكتساح، لأن المستشار مرتضى منصور بس العيب في حاجة واحدة بس، ده الأمور لو تتاخد بالسياسة وبالحكمة عمرنا ما هنوصل اللي احنا فيه ده من المشاكل. سيبنا بقى من المشاكل دي وسيبونا من الهوسة دي كلها. يعني خلاص كلنا عارفين بالمشاكل والمشكلة بتاعت المستشار مرتضى منصور مع شيكابالا، والتويته اللي نزلها شيكابالا وبيتكلم عن الغرامة وإن من 2016 والفلوس ما اتدفعتش. سيبونا بقى من الهم ده كله، عشان احنا لو اتكلمنا في المشاكل مش هنخلص. أنا عايز أفرجكم ونتفرج سوا كده على متعة ومجموعة أهداف من أهداف شيكابالا العالمية، أهداف ما بتجيبهاش غير شيكابالا. تعالوا نتفرج سوا كده على أهداف شيكابالا في يعني من أفضل 10 أهداف، يعني من أحسن 10 أهداف لشيكابالا. طبعا ما فيهمش الهدفين بتوع الأهلي اللي بالكربون، هنبقى نتكلم عليهم بعد كده. تعالوا نشوف مع بعض أجمل أهداف، يعني أجمل 10 أهداف لشيكابالا. نبدأ مع بعض ونقول بسم الله. الهدف رقم 10، توغل شيكابالا متسع من المكان، زاد في السرعه، دخل شيكابالا التسديده قويه، بابا جول، زاحفه ارضيه على يسار الحارس. اول اهداف المباراه للأسف خسرناها للزمالك. والحمد لله. كرة خطيرة جدا للزمالك، المقص الشمال بتاع العقباوي بينادي شيكابالا. ملوش حل. هل ممكن مع محمد حسام الدين نرجع للقرار، ولا ممكن هدف شيكابالا حتى ينسي الجنان؟ هو ده الكريزي مان، هو ده الولد المجنون، هو ده الولد الشقي، هو ده شيكابالا، الموهبة التي لا تقرر في السنوات العشر القادمة. شوف شيكابالا، يا سلام عليك يا شيكا. لا العقباوي صعب جدا. عقباوي ايه؟ ولا ايكر كاسياس، ولا حتى اوليفر كان في ذكرياته، ولا حتى وحش افريقيا يتحدث عن هذه الكرة الجميلة. يا سلام عليك يا شيكا، يا سلام عليك يا مقنع يا مبدع يا رائع يا هدف الدقيقة 89 من فاولات شيكابالا. ينتظر اللقطة المضيئة اللي غابت طوال 94 دقيقة اللي مرت من عمر وزمن اللقاء حتى الآن. كان حسن شحاتة كرة على بعد بص المسافة تقريبا 27 متر، وشيكابالا بيسدد. يا سلام، شيكابالا جول عظيم شيكابالا. تنده يقول حاضر، ومهما يجيب حاضر، وهو الحبيب حاضر للحناجر، ويرتفع بالاعلام البيضاء ويضيف ثلاث نقاط جديدة للفارس الابيض. طبعا اللي ادي واللي اكبر منه هيفتكر وهو الغايب الحاضر، وهو الحبيب الحاضر شيكابالا. كرة على بعد 27 متر على شمال رمزي صالح، لا تصد ولا ترد. هدف اول، هدف رائع للنجم شيكابالا علشان يفتتح التسجيل، والمكنه تطلع قماش. نيجي بقى لهدف رقم السرعات لنادي الزمالك. حازم وادي العرضيه عند شيكا جول شيكابالا. مش ممكن
ممكن. جول جول جول، هدف رائع، هدف جميل، هدف فيه شياكة، فيه جمال، فيه روعة، فيه حرفنة. لو جبنا سيرة الحرفنة اسمك لازم يتقال. لكن دي الإعادة اللي احنا مستنيينها. حازم إمام يلعبها لشيكا، ممكن من لمسة واحدة، لكن المهارة موجودة والثقة موجودة والشومة موجودة في المرمى. هدف تاني للزمالك، هدف تاني لشيكابالا. حلوة اللقطة، حلوة الكورة، وهدف رائع، هدف تاني للزمالك. شيكابالا ده هم حجمهم قد كده، شيكابالا عالمي. نيجي بقى الهدف انزل عند صبري رحيل، صبري رحيل يعلقها داخل المنطقة بتسقط وشيكابالا وهدف. بقول لحضراتكم القدر، بقول لحضراتكم القدر، وبقول لحضراتكم ربنا عامل المباراة دي لشيكابالا ولحسام. ربنا عمل السيناريو ده كله لشيكابالا ولحسام عشان يثبتوا ان احنا اتغيرنا تماما. واحد الشرطة، واحد الزمالك، وشيكابالا ينتزع الأهات وينتزع القلوب. وفي الدقيقة ايه معرفش، في الدقيقة 106 بقى وتوج كل هواجة عمالة. بص حضراتكم اهو الراجل لعبة وهوبا محدش يقدر يشوفها. واحد كده ابدا، المشاكل ما بتطلعش بره المفروض يعني. انطلاقه شيكابالا هي في البعيده خطيره يا ولد، يا ولد هو دوت ملوش حل. لا 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 لا، ناس كتير قالت لك بتجامله. تجامل ايه بقى؟ تجامل ايه يا راجل؟ ده ايد ورجل. سمعوني منير، سمعوني. هو دايما يقولها وهو دايما يحكيها، ومع شيكابالا ما تغلطش. لسه بقول لحضراتكم ان المراقبه على محمود عبد الرازق شيكابالا قال لك عاوز اسمع السلام الزملكاوي يسجل هدف جميل فوق حارس المرمى بليسن جميله. اذا الزمالك يتقدم ويكمل سيناريو وسيناريست 5 مباريات كتبها العميد ثم ترجمها الفريق ثم هدف. يا ولا في الاحلام لكم انت يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. الكره رايحه تزغرط يا جماعه، وتحس ان هي عايزه تروح لكن عاوزه تمتع عين المشاهد الكريم. حراميه نادي القرن، لقب نادي دلوقتي القرن. تتكلم على هدف تاني للزمالك ممكن يركب بيه المباراه. انطلاقه انما ماتش حلو جدا الشوط الثاني، سريعه هوبا، هي دي اللي كانت لازم تتعمل. شيكابالا يدور يا ولد، الله مش ممكن. لا 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 لا، ده يا ولد من كوكب تاني، ده ولد من كوكب تاني. مش ممكن شيكابالا. يا ولد يا ولد يا ولد. بص ايه يا راجل، لا كل الملعب يروح يقبله. لا 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 لا، هدف عالمي، هدف تكحل بيه العين، هدف ممتاز. عنوانه الزمالك، طريقه متعوبه، طريقه محمود عبد الرازق شيكابالا. بعدها متعه. بص شوف كحل عينك، نو كومنت، بلا تعليق بلا وصف. اسكت واستمتع وشوف شيكابالا بيعمل ايه. بص شوف شيكابالا بيعمل ايه. الظروف اللي كان فيها نادي ساعتها يعني الزمالك لو اللي خرجت خلاص ويطلع عمرو زكي. هجمه مرتده سريعه، شيكابالا 2 ضد 2، موقف سهل لشيكابالا بكعب رجله، عملها حلوه جدا، تخلص من واحد والتاني. شيكا هوبا، هدف مزيكا شيكا وهدف بيعني مزيكا. بالفعل مزيكا شيكابالا مجهود فردي. لو شفنا اللعبه من بدايتها، لو شفنا اللعبه من اولها، هنلاقي شيكابالا من واخد الكوره من هدف تاني، بيسجل هدف غالي. هو مسجل 3 أهداف قبل كده في مرمى بتروجيت، وهو صاحب الرقم القياسي في عدد اللاعبين او في عدد الاهداف اللي سجلوها في لقاءات الفريقين. كان جايب 3، برضه بقى هو وجايب 4 أهداف. عنده 3 أهداف، هدف في موسم 2007 2008 في الدور الثاني، هدفين في الموسم الماضي، واحد في الدور الاول وواحد في الدور الثاني. وبالتخصص شيكابالا بيعملها وكانه بيعزف. شايفين هو بيعمل بقى، بيلم انكر رجله. شايفين عمل ازاي؟ كانه بيعزفها، كانه بيعمل كده على الجيتار وبيعزف سيمفونيه جميله. شيكابالا حاجه سهله كده. تكافؤ حتى الان، لكن مين هيستغل الفرص؟ ادي شيكابالا بيسدد جول. مش ممكن. هدف عالمي في الدقيقة 75. تنده يقول حاضر. شيكابالا هو الحبيب الحاضر. كرة من على خط المرمى، تسديدة لا تصد ولا ترد.
كورة ولا في الأحلام. بقول لحضراتكم مين يستغل الفرص، ولكن شيكابالا بيفتتح التسجيل. النجم العائد واللؤلؤة. بص شوف الرواية، بص شوف الخيال العلمي، بص شوف شيكابالا بيعمل ايه، بص شوف بيسدد فين وبيحط فين. يا ولد يا ولد يا ولد، جول ولا في الأحلام، جول ولا في الأحلام. وتنده يقول حاضر، وهو الحبيب الحاضر لجماهير الفارس الأبيض اللي بيتقدم شيكابالا بمهارة. ما عملتش حاجه وكانت بتاخد بطولات النهارده ما بانش. والنهارده الكابتن خالد غدور جايب له لقطه وهو في اليونان رقص 100 في وقفه اهو. قال له مش هقول لكم هيرقصوا، قال له تعالى يا عم انت رقصتني واحده. الله الله على كوره الشراب، مش انا قلت لكم هيرقصوا؟ قال عزم جاي يرقص مين؟ بيرقص شيكابالا. قال له طيب واحده اتخطفت جت جول، والثانيه قال له تعالى انا بقى ولعبه بلعبتين. الله دي احسن من بتاعه خالد الغندور اللي جابها في اليونان. ليه حق يرقص؟ وبعدين بقى يدرس. ابص حضراتكم ماشي وخده على العاصي، قال له تعالى يا عم، وخده حط جسمه قدامه ولطشه هوبا 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 هوبا. وزي ما انتوا شايفين حاضرين كده اهو، تعالى يا عم عزم اهو انت رقصتني، طب خد هوبا. حلوه. مش قادر يفرح عشان خاطر الجماهير المصري. لا مزيكا. شيكابالا ده كان شايل فريق لوحده. شيكابالا ده فعلا ساعتها كان شايل الفرقه لوحده. كل اللعيبه بتلعب على شيكابالا. شيكابالا جايب اعلى اهداف في الدوري المصري، عامل اعلى اسيستات في الدوري المصري، عامل كل حاجه، رغم ان شيكابالا لعب في ظروف غير طبيعيه في نادي الزمالك. ما حققش بطولات هو حقق بطولات مع الزمالك بس الاهلاويه ما بيعترفوش. يقول لك هو خد افريقيا، الزمالك مش متوفر له الاستقرار اللي انتوا بتوفر لكم عشان ننافس على بطولات وناخد افريقيا. انا بقول عليا الحلال لو الزمالك كان متوفر له بلاش الاستقرار نص الاستقرار والدعم المادي اللي بيتوفر للنادي الاهلي، والله العظيم 3 النادي الاهلي ده ما كانش هيشوف بطوله وما كانش هياخد بطوله بسهوله. بس لازم الزمالك يفضل متصدر له المشاكل والازمات عشان التاني يعلى، عشان التاني يفضل عالي. في النهايه بنتمنى الخير لنادي الزمالك في القادم. مش هنقول غير نهدى شويه، بلاش مشاكل، بلاش ازمات وتدخلوا نفسنا يعني تدخلوا النادي في مشاكل اكتر من اللي هو فيها. ان شاء الله اشوفكم على اللي جاي، وباذن الله الزمالك نتمنى الخير في القادم. نتمنى ان احنا نلحق الموسم اللي احنا فيه ده عشان السنه الجايه تبقى صعبه قوي، ومفيش حاجه باذن الله صعبه على لعيبه نادي الزمالك، بس توفروا لهم الاستقرار والدعم المادي والدعم المعنوي وكل حاجه، واللعيبه دي هتكسر الدنيا. اشوفكم على خير في الجاي. السلام عليكم.